لذلك أنا أؤكد لك ثانية بأن نحن يعني مواقفنا تتطابق في كثير من القضايا. نحن نقدر ونشكر كثيرا موقف المملكة المغربية. نحن نؤكد موقفنا الدائم والثابت تجاه كل القضايا الوطنية التي تهم المغرب، وفي المقدمة منها التأكيد على الوحدة الترابية للمغرب وعلى مغربية الصحراء. هذا موقف ثابت نعبر عنه بشكل دائم. نحن نقدر ونشكر كل التسهيلات التي تقدمها المغرب، ونتطلع قريبا بإذن الله كما اتفقنا على دورة قادمة إن شاء الله نراجع فيها عدد كبير من البروتوكولات، وإن شاء الله في يناير أو فبراير ستكون في هناك زيارة من وكيل الوزارة لمناقشة جملة من القضايا ذات البعد القنصلي. وهنئكم ثانية كذلك على استضافة المنتدى العربي الروسي الذي نحن اليوم هذا اللقاء هو على هامشه، وإن شاء الله دائما